اجي واش عارف باللي كاينه واحد الدوله في هذا العالم الشاسع وفي هذا الوقيته اللي وصلت فيها البشريه لاوجه التطور يمكن لك تمشي ليها وتشري منها اي بنت عجباتك وما كيهمش شكون انت ولا حتى تكون زوين او لا خايب، والحاجه الوحيده اللي كتهمهم هي الفلوس، هي العاقه. فشكون هي هذه الدوله وعلاش باقي لحد الان كتمارس فيها هاد العادات والتقاليد؟ معلومات وحقائق تقدر تسمعها لاول مره في حياتك. في دولة بلغاريا وبالضبط في واحد البلاصة اللي سميتها ستارا زاغورا في العاصمة صوفيا كيتنظم فيها واحد السوق اللي سميتو سوق لبيع العرائس من طرف مجتمع الغاليجي، واللي كيتجمع فيه اغلب الدراري والدريات اللي كاينين في هذا المجتمع واللي كيتراوح العمر ديالهم ما بين 13 و20 سنه. والهدف من هذا السوق طبعا هو يقلبوا البنات والدراري وحتى الرجال اللي باقي ما تزوجوا على العيالات والازواج ديالهم. ومن اهم الشروط اللي خاص ضروري يكونوا في البنت باش انها تزوج بالزربه وتجمع واحد الحصيصه اللي هي مزيانه، اولا خاصها تكون عذراء، وثانيا خاصها تكون زوينه في الملامح ديالها، وثالثا ما تكونش فايته 20 سنه، لحقاش الناس في هذا المجتمع كيشوفوا البنات اللي فايتين 20 سنه باللي هما شارفات وفاتهم الكار ديال الزواج وعندهم احتماليه قليله باش انهم يتزوجوا. والشرط الرابع واللي هو اهم حاجه في هذه المناسبه كامله هو خاص البنت تكون لابسه اغلى ما كاين في الحوايج والاكسسوارات وزيد عليها الذهب والنقره. ولا جاب الله الدريه ما بقاتش عذراء في هذا المجتمع واخا تكون صغيره وتلبس ماشي غير الذهب فهي كتجيب العار العائله ديالها وكينعتوها باقبح المصطلحات اللي ممكن تخيل، ويزيد عليها انها كتفضح قدام الناس كاملين، وإلا جاب الله حتى تزوجات فالراجل ديالها كيشريها بارخص ثمن ممكن. والثمن باش كيتشراو الدريات اللي باقيين نقيين في هذا المجتمع كيتراوح ما بين 2000 دولار حتى ل 20,000 دولار، يعني بالفلوس ديالنا ما بين 2 مليون حتى ل 20 مليون سنتيم. وهذا الشيء كامل اللي توفروا في البنت كاع دوك الشروط اللي سبقنا وذكرناهم. وهذا السوق كيجي ليه بزاف ديال الناس من كاع المناطق في بلغاريا ومن نفس مجتمع الغاليجي واللي كيوصل العدد ديالهم من 18,000 شخص. وفي هذا المجتمع المحافظ والمغلوق ممنوع على اي بنت كما كان تصاحب شي واحد او لا تجمع معاه غير في الزنقه، والطريقه الوحيده باش ان البنت تدبر على الزوج المناسب قبل ما تمشي لذاك السوق هي مواقع التواصل الاجتماعي وبالخصوص فيسبوك، واللي كيستغلوه البنات باش انهم يهضروا ويتواصلوا مع الدراري على الامور ديال الزواج، لحقاش كيخافوا يتزوج بهم شي واحد اللي شارف وعنده فلوس صحيحه، لانه في هذه الحاله ما غاديش ترفض العائله ديال البنت هذا الزواج. وكتعتبر هذه المناسبه هي المكان الوحيد اللي كيتلاقاو فيه البنات مع الدراري، واي واحد عجباتو شي وحده فما كيعطيهاش الفلوس في ديك البلاصه وانما كيمشي لدارهم وكيتناقش مع والديها، وإلا تفاهموا بيناتهم كيعطيها الثمن اللي بغاو واللي يقدر يوصل ل 20 مليون سنتيم. وبالخصوص كما قلنا الا باقات الدريه صغيره وعذراء. والسبب اللي خلى هاد الناس انهم يتشبتوا بهذه التقاليد لحد الان هو العنصريه والتهميش اللي كيتعرضوا ليه من طرف الدوله وباقي المجتمعات اللي كاينين في بلغاريا، وكيشوفوا ان هذه الطريقه هي الطريقه الوحيده باش انهم يتكاثروا ويزيدوا يكبروا المجتمع ديالهم. وكيرجع الاصل ديال هاد الناس حسب بعض المؤرخين لسكان شمال الهند واللي كيسموا بالغجريين. هاد الناس وصلوا لاوروبا في القرن 9 وقدروا انهم يدخلوا لبلغاريا في القرن 12، وحاليا كيوصل العدد ديالهم لاكثر من 4% من اجمالي سكان بلغاريا. دابا السؤال اللي كيطرح نفسه هنا هو علاش الحكومه البلغاريه والاتحاد الاوروبي ما خداوش شي قرار نهائي واللي يكون ضد هذا السوق اللي كيتبعوا فيه البنات، مع العلم ان الاتحاد الاوروبي كتواجد فيه اغلب المؤسسات والمنظمات اللي الهدف ديالها الوحيد هو حمايه حقوق الانسان. فملي بحثنا وقلبنا وخرفشنا مزيان في هذا الموضوع لقينا فعلا ان الاتحاد الاوروبي في سنه 2016 اعطى لدوله بلغاريا واحد الحصيصه ديال الفلوس واللي كتقدر 143 مليون يورو باش انها تدمج المجتمعات المهمشه بحال المجتمع الغاليجي وتقضي على هذه الظواهر الغريبه واللي منها سوق العرائس. ولكن شاءت الاقدار ان المسؤولين يهزوا ديك الحصيصه ويديروها في جيوبهم ويخليو هذا المجتمع منعزل، وهذه العاده باقا مستمره لحد الان. والسبب اللي خلى المؤسسات والمنظمات اللي كتحمي حقوق الانسان ما تدخلش في هذا الموضوع هو ان هذه العاده او هذا السوق كيمشيو ليها الناس بالاراده ديالهم، يعني ما كاينش شي واحد اللي كيبزز على البنات انهم يتزوجوا. وحتى لهنا نكونوا سالينا الحلقه ديال اليوم، نتمنى انها عجباتكم وخديتوا معلومات اللي هي مفيده. ما تنساوش دعموا المحتوى بلي لايك لي كومونتير ولي تاكس. ما بقى ليا غير نقول لكم تهلاو ليا في ريوسكم. بيس.